بالمناسبه الخط الهميوني ده موجود من ايام الدوله العثمانيه. انا عمري ما سمعت ان في مشكله ما بين مسلمين ومسيحيين على بناء كنيسه ولا مسجد ايام الدوله العثمانيه. لا، ايام جمال عبد الناصر بالظبط. مش ايام الدوله العثمانيه. لحد حرب 73 لم تكن عندنا مشكله. طول ما كان هذا البلد له هدف كبير وبيقاتل عشانه كان جرجس ومحمد زي بعض. انا اصدقائي الاعزاء من المسيحيين واقول لهم امين اسكندر وكيل مؤسسي حزبنا الكرامه، ما تامل عيلته اخواتهم عادل، شوف الاسامي اللي كانت سيده ايام عبد الناصر عادل ولبيب وامين وسمير. ما تقدرش تفرق بين مسلم دلوقتي بقى المسيحيين يسموا مايكل وشنوده وجرجيوس واسامي موغله من اول وهله، يقول لك انا مسيحي بدل ما يقول له قول اسمك الخماسي على طريق كده على طول.